يعني موضوع الاعتراف بالإدارة الذاتية بطبيعة الحال هي موضوع سوري بشكل عام، وهو موضوع دستوري أيضا. يعني حتى الآن عمليا يوجد تعامل مباشر مع الإدارة الذاتية على المستوى الدولي. يوجد هناك ملف المعتقلين دواعش، مقاتلي دواعش وأسرهم، إضافة إلى يعني موضوع مكافحة الإرهاب بالأساس، إضافة إلى موضوع يعني الوضع الاقتصادي في شمال وشرق سوريا. أيضا هذا من أهم الملفات التي تتعامل فيها الدول مع الإدارة الذاتية. فهذان الموضوعان مهمان بطبيعة الحال. من الجانب السياسي، نحن كمجلس سوريا الديمقراطية لدينا تواصل على المستوى الدولي ولدينا علاقات، وأعتقد بأن هذا الموضوع يعني يعتبر موضوع سوري شامل متعلق بالأزمة السورية وحلها. فحتى الآن لا يوجد هناك بوادر بحلحلة الوضع في سوريا سياسيا، ولا زال هناك إصرار على الاستمرار بالأزمة السورية وتعميقها، سواء كان إقليميا أو إن كان على المستوى السوري بنفسه. لذلك فليس من المتوقع أن نرى حلا قريبا في سوريا، بالرغم من كل الضغوطات التي يتعرض لها النظام، تتعرض لها الأطراف السورية، لكن بسبب يعني التناقضات أو بسبب تعارض المصالح الدولية على الساحة السورية، إضافة إلى عدم وجود الإرادة السورية الحقيقية القادرة على حل الأزمة السورية واتخاذ قرارها في هذا الخصوص، الأزمة لا تزال مستمرة ولا زال هناك معاناة. ونرى يعني بالفترة الأخيرة حتى توتر الوضع ببعض المناطق السورية كدرعا، ومن المتوقع وليس من المستبعد أن نرى نفس الأحداث في مناطق سورية أخرى أيضا. حاولت روسيا مرارا بلعب دور الوساطة بيننا وبين النظام السوري، لكن هذه الجهود لم تثمر، وهذا لا يعني بأننا قطعنا الأمل ولم نعد نرى استمرارا في الحوار في الفترة المقبلة. بالعكس، يعني نحن مصرين على أن يكون هناك حوارا مفتوحا وكي نصل لحل على المستوى السوري. النظام لا يمتلك الإرادة حقيقة ولا يملك قراره في موضوع حل الأزمة أو في موضوع تطوير البدء بحوار حقيقي والوصول إلى تفاهمات داخلية واتفاقات بما يخص تغيير الدستور، بما يخص حل الأزمة السياسية بشكل عام. فهناك عوائق جدية، منها التدخلات الإقليمية، منها التدخلات الدولية، هذه ومنها العامل الداخلي، الذهنية التي يمتلكها النظام والعقلية التي يتعامل بها بهذه الملفات، جميعها تشكل عوائق بمواجهة تطوير حوار أو مفاوضات داخلية. ليس الروس لوحدهم الذين لهم دور وتأثير على النظام السوري، إنما هناك أطراف أخرى كإيران أيضا لها تأثير. بالتالي كما ذكرت، التدخل التركي في الشأن السوري بشكل معمق. يعني هذه مثلا نحن نعلم بأن في الفترات الأخيرة أو في الأعوام الأخيرة حدث تواصل بين الجانب الأمني الاستخباراتي السوري والتركي. تركيا أيضا لها دور في إعاقة الحل والتأثير على النظام. لذلك فكل هذه الأمور
تشكل عائقا، وروسيا هي طرف من الأطراف المؤثرة على الشعب، على النظام السوري، وليس الطرف الأساسي. بالطبع يعني حتى الآن روسيا كان لها لعبت الدور الداعم الأساسي والقوي للنظام، أي أنها لم تأخذ دور الوسيط أو دور المحايد بين الأطراف المتصارعة، إنما كان لها دور موالي للنظام، وهذا ما رأيناه خطأ ومن الضروري تصحيحه. لذلك فمن الآن فصاعدا أيضا نرى من الضروري أن يكون لروسيا الدور الإيجابي في حل الأزمة وأخذ الدور المحايد بين الأطراف المتصارعة للتوصل إلى حل حقيقي وللعب دور الوسيط الحقيقي في حل هذه الأزمة. يعني جميع التصريحات التي أدلى بها المسؤولون في النظام هي ليست تصريحات تعطي الطمأنينة للسوريين بشكل عام. أنا لا أتحدث عن موضوع الإدارة الذاتية وشمال شرق سوريا لوحدها، إنما بخصوص كل السوريين. النظام حتى الآن لم يعطي أي تصريحات تطمئن السوريين بأنه متجه نحو الحل وحلحلة الوضع في سوريا. بالعكس، جميع التصريحات التي أدلوا بها حتى بدءا من الرئيس إلى موظف عادي أو بسيط في النظام السوري، طبعا هي تصريحات عدائية ومحرضة واستفزازية لا تفتح المجال أمام الحل، بالعكس تعيق محاولات الحل في سوريا. وموضوع الانفصال والتقسيم، تقسيم سوريا، كلها اتهامات مغرضة أو توصيفات مغرضة يقوم بها يطلقها النظام وتركيا والفصائل وكل من يعادي مشروع الديمقراطية في سوريا. يوصفون الإدارة الذاتية على أنها مشروع تقسيمي. طبعا العقلية المتمركزة حول النظام المركزي المستبد ينظر إلى موضوع الديمقراطية على أنها مؤامرة، وبهذا الشكل من يطالب بالديمقراطية ومن يطالب بالعدالة والمساواة سيكون متهم بالتآمر على وحدة الأراضي السورية والتآمر على الهوية السورية أو الهوية العروبة التي يتحدث بها رأس النظام بشكل دائم، والعروبة التي يتم توصيفها على أنها هوية سوريا، هوية السوريين بالكامل. كيف تم الوصول إلى هذا التوصيف حقيقة؟ العروبة الشوفينية ودمج كل السوريين وتنوعاتها وثقافاتها تحت مظلة العروبة، هذه المغالطة الكبيرة التي يتم الحديث بها بشكل دائم ومستمر. ومن تحدث بلغة خارج إطار العروبة يصبح من الانفصاليين، يتهم بأنه انفصالي، يتهم بأنه ذو مشروع تقسيمي وإرهابي لابد من محاربته ومكافحته. فوصف سوريا بالعروبة بالأساس هذه مغالطة كبيرة وفخ تم وضعه للسوريين ولسوريا ولوحدة أراضيها. عكس ذلك الهوية السورية، نحن نرى بأن الهوية السورية هي الهوية الجامعة لكل السوريين، وهي القادرة على توحيد السوريين بكل أطيافها وتنوعاتها الثقافية والقومية والعقائدية الدينية تحت مظلة الهوية السورية الشاملة، مع حصول كل هذه الثقافات على كامل حقوقها وبالتساوي وبعدالة. يكون هذا هو الحل الأساسي. لكن
هذا التوصيف بالنسبة لعروبة النظام تصبح مؤامرة، تصبح مشروع تقسيمي، مشروع انفصالي. وهذه اللغة التي تتحدث بها الدولة التركية الاستبدادية، وتتحدث بها كل الدول ذات الطابع القومي الواحد، والمنادي بموضوع سيادة ثقافة واحدة موحدة على كامل أراضي الدولة. وهذا ما يناقض نسيج المجتمع السوري بالكامل، فهم دائما يتحدثون عن نسيج سوري متنوع، لكن توصيف العروبة على النسيج السوري المتنوع ينسف كل التنوع الموجود فيها. يعني موضوع محاربة داعش طبعا هذه كانت مهمة إنسانية قامت بها قوات سوريا الديمقراطية، ودافعت عن يعني عالم إنساني وأمنهم وحمتهم من هذا الإرهاب. وكان لابد من الاستمرار بهذا التواصل والدعم. لا زال الدعم مستمر، لا زال التواصل مستمر والعلاقات مستمرة من الجانب العسكري، لكن أخذ الموضوع ضمن الإطار العسكري هذا أيضا يعتبر مغالطة. الفرد أو المقاتل ضمن صفوف داعش لابد أنه امتلك فكرة قبل أن يحمل السلاح، فالأساس هي في الفكرة. يعني المشكلة بالأساس هي في الفكرة التي حملها الشخص والوسط الذي كان موجود فيها. لذلك فنحن نرى من الضروري أن يتم تحويل أو إلى جانب استمرار الدعم بمواجهة العسكرة أن يتم تقديم الدعم من الجانب المدني كي يتم مكافحة الفكر الإرهابي وتأمين فرص العمل للأفراد في المجتمعات كي لا تقع في فخ الإرهاب نتيجة احتياجاته اليومية. فهذه الآلية ستكون هي الآلية الصحيحة للتوجه نحو مكافحة الإرهاب بشكل كامل. والإدارة الذاتية، الإدارة المدنية هي المشرفة على هذا الجانب، هي المسؤولة عن تأمين فرص العمل، وهي المسؤولة عن تأمين احتياجات المجتمع، وهي المسؤولة عن التوجيه الفكري في المجتمع المعين. لذلك فدعم الإدارة الذاتية ضمن هذا الإطار وإشراكها في المحافل الدولية، خاصة الاجتماعات التي تخص حل الأزمة السورية، مهمة جدا، لأنه النموذج الذي استطاع حتى الآن أن يعطي تصورا مهما بخصوص التوجه نحو الديمقراطية، التوجه نحو المتغيرات الأساسية من الناحية الفكرية، من الناحية الاجتماعية والثقافية. فهذا أمر ضروري ومهم، والتعامل الدولي مع الإدارة الذاتية ضمن هذا الإطار سيساهم لحد بعيد إلى الحد من الإرهاب على المستوى الدولي أيضا. بالطبع لدينا حوارات موسعة بين أطياف متنوعة من الشخصيات الوطنية السورية التي لها تاريخ في المعارضة وفي التوجه الديمقراطي والتغيير في سوريا. لدينا تواصل ولدينا حوارات، ونسعى لأن يكون هناك حقيقة علاقات جيدة وحقيقية وتوجه نحو جسم ملموس بما يخص موضوع الحل، يعني التوافق والاتفاق السوري على الحل، إن رضي النظام أو رفض.
إن قبل النظام أو رفض لابد أن يكون هناك توافق سوري على الحل، ونحن نعمل ضمن هذا الإطار ونطور ولدينا حوارات متعددة مع اتجاهات مختلفة من السوريين المعارضين. يعني هذه ليست المجزرة الأولى التي يرتكبها النظام التركي بحق الشعب الكردي في تركيا. قبلها بفترة كان هناك أيضا هجوم على مقر لحزب الشعوب الديمقراطية، حيث اغتالوا فتاة كردية ليس لها تعامل مع أي جهات عسكرية، إنما هي فتاة تتعامل مع الموسيقى، ومؤيدة لحزب الشعوب الديمقراطية، اغتيلت في المقر. إضافة إلى بين الفترة والفترة نسمع أخبار بحرق بيوت، بقتل ناس، باختطاف، باغتيالات في الشارع. يوجد هناك احتقان، ونتيجة السياسات العنصرية التي مارسها النظام التركي، نظام حزب العدالة والتنمية بين المجتمعات في تركيا بمواجهة الشعب الكردي. الفوبيا الكردية التي يمتلكها نظام حزب العدالة والتنمية، حكومة العدالة والتنمية ضد الكرد، حقيقة هي سياسة خطيرة ولها تداعيات خطيرة في المجتمع التركي. نسمع بأن هناك تسليح، نسمع بأن هناك خلايا تنظم خلايا في المجتمع تهدف إلى القيام باغتيالات، وهذه الحادثة هي تعتبر حادثة جديدة نتمنى بأن تكون الأخيرة، لكن مع هذه العقلية الموجودة في حكومة العدالة والتنمية نتوقع بأن يكون هناك كوارث. لذلك من الضروري أن يكون هناك تدخل دولي بهذا الوضع، إيقاف الإبادة، يعني يمكن نحن أن نسميها إبادة بحق الشعب الكردي في تركيا. هناك حملات اعتقال واسعة للسياسيين، للمثقفين، للصحفيين، للمحامين الحقوقيين القانونيين، حيث لم يبقى ناشط خارج إطار السجون التركية. تحولت تركيا إلى سجن بالأساس لمجتمعها بالكامل. لذلك لابد من أن يتدخل المجتمع الدولي، خاصة أنها تركيا تسعى لأن تكون عضوة في الاتحاد الأوروبي، أن يكون هناك تدخل من حلفائها، من حلفاء تركيا، لإيقاف هذه الإبادة، لإيقاف للحد من هذه السياسات العنصرية التي تمارس بمواجهة الشعب الكردي وبمواجهة الثقافات الأخرى أيضا.